حبايبي القدام بقالي فتره عيني ما راحتهم ما شافتهمش. غصب عنك برضو يا عم صابر، غصب عنك هتعمل ايه؟ عامه هم برضك السبب. هم بيفرحوا لي لما يكون عليها زحمه ويمشوا. حد يعني هيعز عليها من اهالي البلد برضك ما بيجيش. هو بتبقى غصبه وهو بتبقى مستعجل على اكل عيشه، يلاقي عليها زحمه يسيبني ويمشي. يجي بالليل مثلا يقابلني يقول لي معلش الله يسهل لك انت كان زحمه عندك وسبتك ومشيت عشان انا دعيت لك قلت الله يسهل له، انا مش مهم. هو بيضحي بنفسه في مقابل ساعات تاني. بيصعب عليا والله. والله انا عايز والناس دي اللي افتكر مسساني برضه. انا عايز افتكر حاجه، والله في حاجه افتكرتها كده والله يا عم صابر. انا فاكر زمان لما كنت على الترع كده بتبيع، كنت بتكلم حبايبك في التليفون تعالى عندي كبدايه حلوه تعالى. ما كانش عندي ضغط والله، ما كانش عندي ضغط شغل. انا كنت كل الناس اللي عامه بعزها، كل حبايبي الناس بعزها، بس من روجان البال كنت بتصل مثلا بحبايبي تعالى يا فلان انا معايا كبده حلوه، يقول لي ماشي انا جاي لك. تعال ابعت لك يا فلان 2 كيلو حلوين كبده حلوه انا جاي لك. ما يرضاش يكسفني. الكلام ده مش هيعرفه غير الزبون القديم قوي يا عم صابر. اقسم بالله ما كانوا بيجبروا بخاطري يعني برضك. وانا على فكره انا زبونك قديم. يا اخي ده انت من زمن الزمن بصراحه. المهم هتقول ايه بقى اللي احنا وصلنا 300,000 متابع في خلال 5 شهور بس يا عم صابر. اللهم صل على النبي. ربنا البركه في ربنا وفي الناس الحلوه، ويدعوا لنا ان ربنا يروق بالنا ويمشي حال الدنيا كلها عشان نظبطوا لكم المكان ده ومكان الجمل الصغير. انا مش هجيب المكان تاني يا عم ما احنا في الارض صور في الارض. انما اللي فاتت صورنا الفجر رحت للعموكه. رحت العموكه تصدق نفسي ما كملتش تطيب. والله ما كملتش توضيب. كان هيظبط المكان راح جايب جمل بفلوس. والله يا خرابتي. بس صحيح. وعاوزك يا سيدي لما انت اقول لك على الفيديو اللي احنا رفعناه واحنا في نزله السمان. في حاجه حصلت عمل نتيجه والله. الراجل تاني يوم بعت لي الفلوس. مشكورا والله. تاني يوم بعت لي الفلوس. يا اخي طب وليه؟ طب الناس ما بتجيش. انت ليك جمهور قوي يا عم صابر والناس كلها بتحبك وربنا يحبب فيك خلقه. انا ما كنتش مصدق ان تاني يوم هيبعت لي الفلوس. ما انت بقول انت مش عارف حجم ال 300,000 اللي عندك يا عم صابر. والله انت مش عارف حجمهم. حبايبي انا برضك وكل الناس ما تحتفش عليا وتزعل مني عشان انا برضك مش حريف في الميديا جو. هو ملوش في الميديا يا جدعان. هو الراجل ده تلقائي اللي في قلبه على لسانه، وهو احلى حاجه فيك ان هي اللي في قلبك على لسانك يا عم صابر. ماشي. وانا مش يسامحوني انا مش متابع الميديا. انا كبير زراير بتليفون. تمام التمام. والله بجد. وما بعرفش اقرا على فكره. دي مش عيب طبعا يا عم صابر. هو ربنا بيقطع من هنا ويوصل من هنا. يعني بيقطع منك موهبه من هنا ويوصلها من هنا. تمام التمام. فانا مش زعلان، بس انا بقول للناس ما يزعلوش مني ان انا مش متابعهم جوي برضك. ماشي. يعني في واحد مثلا يقابلني في الطريق يقول لي يا عم صابر انا بديك لايك كل شويه، ما بتدينيش انت لايك ليه على شغلك؟ يعني هو بيلومني ان انا ما بدلوش لايك. تمام. على عمله هو، على حاجه هو رفعها هو. لا يا باشا نخش نعمل له احلى لايك يا باشا. في ناس كتير بتحبني ورفع حاجات لشغلها ماشي، ولها صفحات محترمه وناس محترمه. بيلوموني لما بيشوفوني بالعين بيقولوا لي يا عم احنا انت مطنشنا ليه؟ ما بتعملناش لايك ليه؟ احنا بنعمل لك لايك. ما تشتغل بلوجر يا عم صابر. انت عندك 300,000 متابع. ادعم المشاريع الصغيره. بس يا ابن الجزم. بس يا حمص بس. فلفل ده اسمه فلفل. بيسموه فلفل؟ فلفل بدل ده كله. بس هيطلع اصيل. فانا بقول وجهه النظر يعني ان حد يزعل مني. بس كده. اشكر بقى الناس كلها اللي متابعاك. انا بشكر كل واحد. انا بشكر كل واحد يدعي لي. انا بشكر كل واحد يدعي لي. واللي يجي ينورني واللي يجي انا خدامه. سلام يا حبيبي يا فوكس.